العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حيران إلا دللته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين، ومن كان منهم ميتا فارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنك قد قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك في هذه الليلة المباركة، أجب دعاءنا واسمع نداءنا. اللهم إنا نتوسل بين يديك، اللهم إنا ضعفاء لا نقدر على شيء، اللهم إنا ضعفاء لا نقدر على شيء. اللهم إنك أنت القوي العزيز، اللهم إنك أنت القوي العزيز. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق حاكم عجمان وولي عهده وأبنائه وأقاربه لما فيه صلاح، وارزقهم البطانة الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الدعاء الجميل من المقرئ ومن الإمام من الشيخ الجميل الشيخ عبد العزيز سحيم. والحاجة الأخيرة اللي أنا حابب أوجهها، والكلمة اللي أنا حابب أوجهها للإمام عبد العزيز، كمية الراحة النفسية اللي بتبقى موجودة. أنا بتحدث عن نفسي وأعتقد أن أنتم كمان بتشاركوني نفس الإحساس، اللي بتبقى موجودة بداخل قلوبنا أثناء قراءتك للقرآن أو دعائك، هي راحة نفسية أنا في حياتي ما حسيتهاش مع أي مقرئ أو شيخ أو إمام آخر. حتى الإمام وليد مهساس ربنا يحفظه في كل الجمال اللي كان بيقدمه طوال تراويح شهر رمضان المبارك، برضه ما كانش بقدر هذا الشعور الجميل اللي أنت بتضفيه على قلوبنا. فيا رب يا رب يجزيك خير على هذا الإحساس الجميل وعلى هذا الصوت الجميل، ويبارك في بلدنا الحبيبة الجزائر وفي بلدي العظيم مصر وفي كل بلادنا العربية.
ويحفظها ويحميها يا رب العالمين، اللهم امين. هذا نكون الى هنا قد انتهينا من هذا الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم تقولوا في الكومنت، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقه قريبا باذن الله. كان معكم احمد جايل، سلام عليكم.